خاوتي المتقاعدين والمتقاعدات في الجزائر، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونجيب لكم آخر وأهم أخبار التقاعد والزيادات. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وخلينا ندخل في التفاصيل خطوة بخطوة. أولا، مواعيد تفاصيل معاشات وصب الزيادات. كما راكم عارفين، يوم 18 أوت 2025 تم صب منح زيادات خاصة بأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين. كما على بالكم، هذه الفئة سبقت في الاستفادة من المستحقات المالية وتأكيد من الدولة على العناية الخاصة بهذه الفئات. أما المتقاعدين المدنيين والعسكريين الآخرين، راح تكون عندهم زيادات مدموجة مع تتمين السنوي. يوم خليكم معي للنهاية بتعرفوا كامل الزيادات. يعني في هذا التاريخ راح تشوفوا المستحقات المالية الكاملة تدخل في حساباتكم. وإن شاء الله ما نلقاش تعليقات سلبية تقول منين جبت هذا الخبر. هذا الخبر جبته من الجريدة الرسمية. ما نلقاش تعليقات يقول لي راك تكذب، باسكو هذا الشيء نجيب لكم يعني يا من الجريدة الرسمية، يا من الصندوق الوطني للتقاعد، يا من الحكومة. نحكوا على نسبة الزيادة. الزيادة هذه ما جاتش عادية، بل فيها دمج لتثمين السنوي اللي يتراوح بين 4% و8% حسب الشريعة. ومعها الزيادات الاستثنائية التي أقررتها رئاسة الجمهورية لراهبين 5 و9% حسب معاش كل واحد. النتيجة النهائية، بعض المتقاعدين راح يلقاو زيادة توصل حتى 15% تقريبا مقارنة بالمعاش القديم. وثالثا، المتقاعدين العسكريين تاني مراش منسيين، بالعكس زيادتهم راح تكون في الأخرى هي الأخرى مدموجة مع تثمين سنوي، وتدخل في الحسابات ابتداء من 28 أوت 2025. يعني العسكري المتقاعد راح يستفاد بنفس الطريقة كما المدني، مع احتساب خصوصيات الخدمة العسكرية. وهذا الدمج التتمين السنوي مع الزيادات، هذا باش نوضح لكم أكثر. التتمين السنوي اللي يجي كل عام في ماي تم دمجه هذه المرة مع زيادات أوت. يعني كي تشوف الحساب راح تستفاد من زيادتين في وقت واحد، الأولى التتمين السنوي والثانية الاستثنائية. أما بالنسبة للزيادات المتوقع راح تكون في 22 أوت 2025، وهذا الخبر اللي كنت تستنوه بزاف وراح تفرحوا به بإذن الله. أما قيمة المستحقات المنتظرة، على سبيل المثال، واحد كان عنده معاش 40 ألف دينار جزائري، ممكن يلقاه 48 ألف حتى 50 ألف بعد الزيادة.